يمكن الناس القريبين مني عارفين عني إني طبيب أسنان، وبدأت أصنع محتوى من فترة قريبة وشوية معلومات تانية سطحية عني. بس الحقيقة غير كده، وده اللي حاولت أخبيه من كذا سنة. أنا عضو ناشط في أخطر المؤسسات اللي بتحكم العالم. أيوة، زي ما جه في بالك، أنا شغال مع الماسونية وبساعدهم في تحقيق مخطط المليار الذهبي، أو اللي احنا عندنا في الماسونية بنسميه المخطط الأعظم. ومش بس كده، أنا عضو في اللجنة اللي اخترعت كذبة الهبوط على القمر. أيوة، زي ما سمعت، كذبة. وفي سنة 2018 قضيت فترة في حراسة الجدار الجليدي العملاق اللي بيفصل بين عالمنا والعالم التاني. يمكن انت دلوقتي بتقول ايه الهري ده، لكن الحقيقة ان في فعلا ناس مصدقة الكلام ده. يمكن حتى في ناس تصدق اني ماسوني بجد. يعني مش كفاية اني مرمي في محافظة غير محافظتي وعليا فاينل كمان كام يوم، لا كمان بقيت ماسوني وعاوز اسيطر على العالم. طيب نبطل هزار شوية، الموضوع فعلا بقى مزعج. واي حد دلوقتي بيطلع يقول رايه بقى بيتهاجم لو رايه مش على هوا الناس. ويا ريت هتيجي على جون بس. لا، ده فعلا الناس بتصدق ان فلان ده ممول وفي مؤامره بيتم حركتها ضدهم، الغرض منها الغاء بطاقه التموين واستبدالها باشتراك المترو. وسائل التواصل الاجتماعي نفخت نظريات المؤامره بشكل مرعب. اي حد عنده فكره غريبه بقى سهل يلاقي الاف الناس اللي يصدقوه من غير حتى ما يخرج من بيته. بس تعرف، نظريات المؤامره دي مش جديده. البشر من زمان بيحبوا يصدقوا حاجات غريبة. بس السؤال هنا هو ليه؟ يعني ايه الرابط بين نظريات المؤامرة وبين الخرافات؟ السر في حاجة اسمها الاستسقاط، ودي معناها ببساطة ان مخك بيربط بين حاجتين ملهمش اي علاقة ببعض. يعني مثلا لبست النهاردة تيشيرت ريال مدريد الاسود بتاع 2017 ورحت تتفرج على الكلاسيكو في القهوة مع محسن صاحبك، وهوب الريال تكسب فرق 5. من يومها وانت كل كلاسيكو تلبس نفس التيشيرت وتنده محسن وتروحوا نفس القهوة. بس ايه علاقة التيشيرت ومحسن بالحالة البدنية والذهنية لبلينجهام وفينيسيوس؟ مفيش علاقة طبعا، بس عقلنا هو اللي بيحب يربط بين حاجات ملهاش اي علاقة ببعض، وهو ده الاستسقاط اللي احنا بنتكلم عنه. دماغنا بيحاول يختصر الطريق، بيستقبل كل يوم طوفان من المعلومات، وعشان يخلص بسرعة بيختصر، يربط بين حاجتين ملهمش أي علاقة ببعض، ويقول لك بص شوف الرابط العجيب. زمان واحنا بنجري من النمور في الغابة ده كان مفيد، لكن النهاردة ده ممكن يودينا في داهية. علينا البشري بيكره العشوائية، ولو حصلت حاجة من غير سبب ممكن يتجنن، فلازم يخلق سبب حتى لو سبب غريب ومش منطقي. فلو اتخصم لك النهارده في الشغل من غير سبب، مش هتقول خلاص اللي حصل حصل، لكن هتقول اكيد حد ورا اللي حصل ده، اكيد حد سخن المدير عليا، اكيد في مؤامره. من واحنا صغيرين بنتربى على ان في حد كبير بيخطط ويقرر، حد مسيطر على حياتنا. فلما بنكبر بنصدق ان العالم متحكم فيه من جهات خفيه ومنظمات سريه، وحتى لو بعدها شفنا الحقيقه الاحساس ده بيفضل جوانا. انا مش بقولك ان اللي بيصدق نظريات المؤامره شخص غبي، بالعكس، انا بقولك ان العقل بتاعنا بيشتغل بالطريقه دي، ما بيحبش يقول مش عارف، لازم يلاقي سبب حتى لو وهم. في علم النفس في مفهوم اسمه مركزيه التحكم. يعني انت شايف نفسك بتتحكم في مصيرك ولا حاسس انك ضحيه الظروف؟ ولو كنت حاسس انك ضحيه هتصدق بسهوله ان في جهات بتتحكم في العالم. المخ بيحب يحس انه مسيطر حتى لو ده مش حقيقي. ناس بتلمس الخشب، وناس بترش ملح وتعدل الشبشب المقلوب، وكل ده بسبب مركزية التحكم. بس في فرق بين واحد بيصدق خرافة بسيطة ممكن يحس من خلالها بالأمان، وبين اللي بيكرس حياته كلها في انه يلاقي دليل على مؤامرة بتتنفذ. وقتها بيحس انه صاحب رسالة، وبيفضل يبني افكاره فكرة على فكرة، طوبة فوق طوبة، لحد ما يكون من افكاره دي قلعة حصينة. ولو حاولت تهدها مش بس هيرفض، لكنه كمان هيدافع عنها كأنها جزء من شخصيته. علينا ذكي، لكنه مش معصوم. اتبرمج زمان عشان يحمينا، لكنه لسه بيشتغل بنفس الطريقة. عشان نفهمه ونفهم نفسنا لازم نعرف هو ازاي بيشتغل، واحنا لسه في اول الطريق. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.